Hi everyone, I missed you guys so much. I hope you're doing well. ازيكم يا ماميز، عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم فيديو نتكلم فيه عن 3 اخطاء بتقعي فيها وانتي بتعلمي ابنك انجلش. الغلطه الاولى انك دايما بتترجمي له كل حاجه عربي. ده مش كويس، الاحسن تخليه يسمع انجلش. انا على فكره وانا صغيره مامتي علمتني كده، كانت بتجيبني قنوات الكرتون دي بالانجلش وانا بحاول اركز علشان افهم هما بيعملوا ايه. مع الوقت والتكرار لقطت كلمات كتير بس لقطتها في تعبيرات. فاول حاجه ما تترجميلوش كل حاجه. طبعا انت لما بتذاكري له مع نفسك بتقولي له دي معناها كذا، خليه يفهم من السياق، خليه يفهم بالصور. شوفي فيديو الفلاش كاردز اللي قلتلك عليه، هتستفيدي منه جدا. دي اول غلطه. تاني غلطه بقى، ودي مش بس بيقعوا فيها الامهات، بيقعوا فيها برضو مدرسين، ان هم بيصلحوا كل غلطه. بصوا يا جماعه، اهم من الطفل يتكلم صح ان هو لازم يتعلم انه يتكلم من غير خوف. ما يبقاش خايف كده ان هو كل ما يتكلم لا حد يصلح لي دلوقتي، لا عادي نغلط براحتنا لكن نتكلم. اهم حاجه نتكلم صح غلط بقى مش مشكله، في حاجات بتصلحيها بس مش كل حاجه. دي اهم حاجه ان احنا نعملها، ان احنا طول الوقت نحاول ان احنا يعني نسيبه يتكلم، يبني الثقه، ما يبقاش كاره ان لا كل ما هنطق هتصلح لي. دي مش حاجه حلوه. تالت غلطه معانا هو انك بتستعجلي النتيجه. دي برضو غلطه بيقع فيها المدرسين، ان هم دايما مستنيين نتيجه بسرعه. اهم حاجه الصبر، يعني طالما هو بيتعلم سواء بقى بسرعه او بالراحه، المهم ان احنا ماشيين على الطريق وان شاء الله هيوصل. لو اتجنبتي ال3 غلطات دول صدقيني ابنك هيفرق معاه كتير وهيتحسن ويتعلم انجلش بسرعه. ما ننساش نعمل لايك للفيديو لو استفدنا، وشير عشان برضه نفيد زمايلنا. كمان ما ننساش نعمل متابعه، بنعمل مسابقات والعاب وجيمز وكورسات فور فري. بجد اللي مش عامل متابعه فايته كتير. ولو بنتفرج على اليوتيوب ما ننساش نشترك على القناه. باي.